انتهت مباراة النادي الأهلي وبيراميدز بفوز النادي الأهلي بنتيجة 3-2. مباراة كانت جميلة مليئة بالأهداف مليئة بالفرص. بحيي الفرقتين على الأداء وعلى الروح الرياضية اللي كانت موجودة في المباراة. فعلا مباراة تليق بقمة الدوري المصري وواجهة للدوري المصري. ليا تعليق على التحكيم كان ضعيف جدا، تقديره للفاولات ما كانش تمام. كان في طرد من وجهة نظري لكريم حافظ بتدخله باسترز الحذاء في راس حسين الشحات. الانذار اللي خده حسين الشحات كان انذار غير مستحق. ركلة الجزاء اللي حصل عليها حسين الشحات من وجهة نظري غير صحيحة. ده بالنسبة للتحكيم. بالنسبة لكولر، رجعت ريما لعادتها القديمة مرة أخرى، ورجع يتأخر مرة تانية في التغييرات بشكل مبالغ فيه، وحرق دمنا مع وجود لعيبة كانت المفروض تتغير من بدري، ولو كادت المباراة انها تهرب لولا توفيق ربنا سبحانه وتعالى. بالنسبة للعيبة، محمد الشناوي وقوفه مكان مصطفى شوبير ظلم لمصطفى شوبير، مع احترامي لمحمد الشناوي واسمه وتاريخه وامكانياته، ولكن في الوقت الحالي بعد المستويات اللي قدمها مصطفى شوبير خلال الفترة اللي فاتت كان هو الأحق ان هو اللي يقف مكان محمد الشناوي. طاهر محمد طاهر وجوده في الاهلي اصلا ظلم، والمفروض ان هو ما يكونش موجود في الاهلي تماما، مش بس موجود في المباراه. خالد عبد الفتاح من وجهه نظري ما كانش افضل ما يكون، ولكن لو خد فرص وخد ثقه ممكن يقعد محمد هاني من وجهه نظري الشخصيه. امام عاشور ما كانش احسن حاجه النهارده، وكان المفروض يتغير من بدري وينزل مكانه قفشه. نيجي بقى للفاكهه، قفشه هو ولدنا قفشه طبق الاصل القضيه اللي فاتت. يا اخي تسلم رجلك يا اخي، والله العظيم تسلم رجلك، فرحتنا حاجه تفرح والله العظيم. فكرت الزملكاويه بالقضيه مره تانية، وخصوصا ان هم كانوا بيشجعوا بيراميدز النهارده، ويا ريت الاخوه الزملكاويه يستمروا في تشجيع بيراميدز، عشان احنا بصراحه بنتفائل بيكم. بنقول للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي الف مبروك الفوز بالثلاث نقاط، خطوه مهمه جدا للاحتفاظ بالدوري ان شاء الله، مزيد من الانتصارات باذن الله لحين حسم الدوري. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.